بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. طبعا انا وعدتكم ان انا اعمل لكم فيديو عن علاج الجدري. انا طبعا ده العلاج اللي هنستعمله، تمام، لعلاج الجدري، وده هنزله بالفيديو ده بس، لكن في جزء تاني تكملة للعلاج، والجزء التاني هعمله في فيديو تاني. وانا بعمل كده علشان بس نسبة اللي هو المشاهدة يعني تبقى بتصل الى 3000، وبلاقيش في حد بيعمل اشتراكات الا بتبقى اشتراكات ضعيفة، وانا محتاج اشتراكات. فالرجاء منكم عمل اشتراك علشان تشاهدوا اي جديد انا بعمله في علاج الطيور. طبعا كيفية استعمال العلاج ده هوريلكم بيتعمل ازاي. طبعا انا ما عنديش حمام مصاب بالجدري، لذلك انا مش هقدر اوريلكم عملي، لكن هشرح لكم، والشرح ده هيكفي ان كأنه على الطير اللي هو فيه الجدري. وانا قلت الجدري وشرحت قبل كده. وادي البتاعه ديت، الجلده ديت تبقى في الازازه اللي هي العلبه اللي انا وريتها لكم، اللي هي الازازه اهيت، تمام، ازازه اهي، والجلده بتبقى جوه، انت بتخلعها وبعد كده بتمس منها اللي هو حبايه الجدري اللي هو طالع في الحمام، وده لمده حوالي 5 ايام. هو بيبدأ دي بينشف اللي هو حبات الجدري، وانت بعد 4 أو 5 ايام على الاكتر بتيجي بتقوم شايل بايدك كده اللي هي الحباية، فهي بتطلع معاك بسهولة، واللي هي الطبقة اللي تحت على الجدري بتبقى ناشفة، عاملة جلدة تانية ما بيكونش تحتيها دم، ودي بيبقى سهلة. اما بالنسبة للجزء الثاني هيكون عبارة عن برضو حاجة مس، وانا هوريه لكم في الفيديو الجاي. وانا اكتفي بكده، وتابعوني وانا عايز اشتراكات. ووصلت كده لنهاية الفيديو، واشكركم ومع السلامة.